في زمن الطاغية صدام منع المواكب نهائيا، فاحنا كنا نتسلق على بساتين كربلاء منا إلى أن ندخل. فالطغمة الفاسدة جابونا اغلقوا البيبان، موكب حسيني داخل الضريح للإمام الحسين عليه السلام، اللي كان في طريق الصدفة آني ملا جواد الرادود الحسيني، وصالح ملا صالح الشاعر اللي هو كان يكتب للرادود ملا جواد، وصالح مهدي الأحمر، وكريم محمد قماري اللاعب والرياضي المغرر اللي موجود حاليا. اعتقلونا في سجن الكاظمية، من سجن الكاظمية إلى سجن المركزي للطاغية عدي. فأيضا تم علينا التعذيب، وبقينا هناك فوق تقريبا شهرين. أطلقوا سراحنا ودونا إلى سجن العفو إلى مديرية الأمن العامة في زمن الطاغية ناظم قزار.